موعد مواجهة الأهلي وبيراميدز المنتظرة، وقرار الناري من كولر قبل مواجهة الزمالك. يواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره بيراميدز على صدارة الدوري العام في المباراة المقررة بين الطرفين على ملعب استاد القاهرة الدولي لكرة القدم، وتنطلق المباراة بين الطرفين يوم 12 يوليو في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، حيث يتطلع الفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء إلى أن يقفز على صدارة الترتيب الخاص بالبطولة. ويتفوق بيراميدز في صدارة الترتيب بواقع 59 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز الثاني بواقع 42 نقطة، ويقبع الأهلي في المركز الثالث بشكل مؤقت ب 39 نقطة. من جهة أخرى قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إراحة لاعبي الفريق الكروي الأول الأساسيين من مواجهة الداخلية يوم الجمعة المقبل، ويخطط المدير الفني للنادي الأهلي إراحة اللاعبين الأساسيين من أجل الاستفاقة الكبرى لمواجهة الزمالك المقررة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة المؤجلة من الأسبوع 27 من بطولة الدوري العام. وينتظر كولر إلى تحديد الخيارات الخاصة بتواجد اللاعبين الآخرين لإراحة الأساسيين من المواجهات المقبلة أمام الداخلية، على أمل التواجد أمام الزمالك بشكل قوي ومميز وأفضل مما عليه الجميع حاليا. وكان كولر خاطب الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول من أجل معرفة موقف اللاعبين المصابين والغائبين، وعلى رأسهم الفلسطيني وسام أبو علي الذي أصيب مع منتخب بلاده أمام لبنان. يذكر أن النادي الأهلي سوف يلاقي الداخلية يوم الجمعة المقبل ويستعد لمباراة الزمالك المقررة الثلاثاء القادم بدون راحة، حيث شددت رابطة الأندية على أن مواجهة الزمالك سوف تنطلق في موعدها بدون تأجيل.